أهلا بيكم في مقدمة كورس الطباعة على القماش من الصفر للاحتراف. معاكم دكتور يسرى، صيدلانية ومدربة الطباعة اليدوية بخبرة أكتر من 6 سنين. في الفيديو ده هنعرف بالظبط إيه المحاور الرئيسية اللي هنتعلمها في الكورس. الكورس متقسم ل4 محاور رئيسية. المحور الأول جزء نظري، والتاني عملي، والتالت تقني هنتعلم عليه حاجات من الموبايل، والأخير وده بونس هنتعلم صباغة الأقمشة. في المحور الأول هنتكلم في الدرس الأول على أنواع الأوراق، نجيب كل نوع منين، ميزة وعيب كل نوع. في الدرس الثاني هنتكلم على أنواع الألوان، وبرضه نجيب كل ألوان منين، وهنحضر مع بعض الألوان. في الدرس الثالث هنعرف إيه هي أنواع المعاجين اللي نقدر نعلي بيها قيمة الشغل بتاعنا، ويبان إن هو فعلا شغل يدوي متعوب عليه، وبالتالي نقدر نقيمه ونسعره بأسعار تناسبنا. وفي المحور الثاني هو أحلى جزء، هنيجي للجزء العملي. هنعمل خداديات، شنط، وكل واحدة بتقنية مختلفة. كمان هنعرف أفكار كتير نقدر نطبقها على لبس، على تيشيرت، على جينز، على أي أقمشة. أما المحور الثالث فهو محور تقني، هنتعلم فيه إزاي نجيب صور شكلها تطريز ونعدل فيها عن طريق شات جي بي تي، وكمان إزاي نعمل صور رقمية نسوق بيها لشغلنا من غير ما يكون في منتجات حقيقية تكلفنا كتير وممكن ما تتباعش، وده هيسهل علينا جدا التسويق. أما المحور الرابع فهو إزاي نقدر نصبغ الأقمشة بطريقة التاي داي. هنعمل فيها تيشيرت زي دي ودي. هنتكلم على أهم الغلطات اللي تاخدوا بالكم منها في الشغل عشان ما يحصلكوش أي خسارة. مستنياكم في الكورس، مع السلامة.